وهنا ينبغي للمرأة التي رزقها الله جمالا، ينبغي عليها أمور. الأمر الأول أن تحمد الله على هذا الجمال، فالذي أعطاها هذا الجمال هو الله سبحانه وتعالى، فقادر أن يغير في خلقتها بمرض، وقادر أن يغير في خلقتها بأي مصيبة تنزل على بدنها فتغير هذا الجمال، فلتحمد الله على هذا. الأمر الثاني تحتاج إلى التواضع، وهناك من النساء من إذا أعطيت الجمال تكبرت واغترت بجمالها واغترت بنفسها، أصابها الغرور أمام النساء بحجة أن عندها الجمال. الأمر الثالث تحرص أن تراعي حقوق الزوج، وهناك من النساء من عندها الجمال لكنها بعيدة عن حقوق الزوج، فلا تحسن معاملة زوجها ولا تؤدي حقوق زوجها بحجة أن عندها الجمال الذي أعطيت إياه، وهذا يعتبر من الأسباب الذي يجعل جمالها وبالا عليها. فبعض النساء ربما تغتر بجمالها فلا حسن معاملة مع الزوج ولا إعطاء الزوج الحقوق له، فتراها فترة تبقى عند هذا الزوج وطلقت، وبقيت عند هذا وطلقت، وهكذا تصبح، والسبب أنها مغترة بجمالها. فلتحرص المرأة على أن تبقى صاحبة حرص على أن تسكن في بيت زوجها، وأن تحافظ على عشرتها مع زوجها، وأن تؤدي حقوق زوجها حتى تجمع بين الأمرين. فما أجمل أن المرأة تتحلى بأمرين اثنين: الأمر الأول أمر الجمال، والثاني أمر الأخلاق، فهما جناحان إذا ذهب أحدهما من المرأة لا تستطيع أن تقيم حياتها كاملة. واستطيع أن أقول هناك جناح تستطيع أن تعيش به المرأة أكمل وأجمل من المرأة التي أعطيت الجمال، وهو جمال الأخلاق. تستطيع المرأة أنها تمشي به بفضل الله وتعيش على أجمل حياة وأفضل حياة بفضله سبحانه وتعالى. إذن المؤلف هنا وهو الشوكاني رحمه الله يتكلم على أنها ذات جمال. الأمر الرابع مما تنصح به المرأة إذا أعطيت جمالا الحرص التام على الحفاظ على نفسها والبعد عما يشينها وعما يشين مكانة المرأة وسمعتها، وأيضا الحرص التام على العبادة وصلاح الحال والمآل، وإن كان هذا تحتاجه النساء جميعا في باب العبادة لله والطاعة، حتى أن المرأة تقيم حياتها على ما أريد منها كما سمعتم. إذن فذات الجمال كما سمعت يحرص عليها الرجل، وإذا كان هناك امرأة ذات جمال وذات دين فامسك بذات الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك. هذه المرأة التي ذات دين امسك عليها واحرص عليها، حافظ عليها، واعلم أنها نعمة سيقت إليك ما دامت أنها صاحبة دين صاحبة أخلاق كما سمعت. تابعونا على قناة الشيخ الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى على اليوتيوب.